السلام عليكم المتتبعين ديالي. كنتمنى ان شاء الله تلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير في احسن الاحوال يا ربي. معكم خديجه من قناه خديجه شانيل. يعني شاركت معكم اليوم هذا الفيديو اللي انا مصورها يعني شحال هذه من مورا العيد الاضحى. كنت صورت لكم هذا الفيديو ما كانش عندي كيفاش الوقت باش انني ندير المونتاج وهذا ونحطها لكم. ودابا جيت واخا مع هاد الظروف اللي عشناها اللي كنتمنى ان شاء الله تكونوا يعني شويه من هاد الظروف شويه من هاد الازمه اللي عشناها وهاد الشيء اللي شفناه. المهم كاع وكنقول من هذا المنبر يعني الله يرحم كاع دوك الاموات مساكن، والله يصب العائلات ديالهم، والله يشافي دوك الجرحى اللي باقيين في السبيطارات وهذا، والله يكون معهم يا ربي يا ربي. اذا جيتكم اليوم بالوصفه ديال المروزيه على الطريقه ديالي انا. كتجي صراحه هاد الوصفه رائعه رائعه جدا. طريقتي سهله جدا وكتجي زوينه. ان شاء الله تتبعوا معايا غير الطريقه، وكنتمنى لا فيديو تعجبكم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج، واللي اول مره كيشوف هاد القناه يشترك فيها باش توصل باي جديد، واللي ديجا مشارك معايا كنقول ليه شكرا لك بزاف وفرجه ممتعه. اذا هنايا بالنسبه للمروزيه ديالنا غادي نحتاجو فيها انا هنا شويه ديال الزعفران شعره. الا كان متوفر عندكم غاديروا شويه ديال الماء باش كيطلق. الا ما كانش متوفر عندكم انا هنا راه غادي نستعمل حتى واحد الطامه ديال الزعفران. هنا راه عندي محطوطه سمحوا لي ها هي. الوغ الا كانت متوفره عندكم الزعفران شعره غادي ديروه شويه ديال الماء وتخليوه يطلق. الا ما كانت متوفر عندكم غادي تكتفيو غير بالطامه ديال الزعفران. هنا عندنا الملحه ضروريه، عندنا المروزيه ديال اللحم. كتمشي عند العطار كتقول ليه المروزيه ديال اللحم كيجمع لك ويطحنها لك. عندنا هنا الخرقوم، وعندنا سكينجبير، وعندنا الثومه هنايا كتبقى حسب الكميه ديال اللحم اللي غادي تستعمل. غير هي بالنسبه للمروزيه كتبغي الثومه تكون شويه كثيره بزايد. صافي هنايا عاوتاني انا ما عنديش ما بقاش عندي هذا السمن. الوغ غندير بلاصتو ضمه ديال السمن. هو من الاحسن الا كان السمن، انا غير سالا ليا وما بقاش عندي وغادي نكتفي بالضمه ديال السمن. صافي هنايا في شي طبسيل اولا شي حاجه، حيت بالنسبه للمروزيه ديالنا ضروري كنديروا ليها هاد العطريه ديالها وكنرقدوها كنخليوها كترقد. كان عندك الوقت انت كنتي عارفه ان راسك غادي ديرها الغد لي غادي ديرها بالليل وتخليها راه مزيانه. ما كانش عندك الوقت كترقدها على الاقل واحد الساعه واحد ساعتين ديال المكانه وعاد كطيبها. انا غادي نبدا انايا غندير المعلقه ديالها. انايا العطريه كتبقى حسب الكميه ديال اللحم اللي غادي طيبو. صافي هنا من بعد ما خلطنا العطريه ديالنا كلها كيف ما بحال هكا كتخلطوها مزيان، عاد كتجيبوا الطروفه ديال اللحم ديالكم ديروهم كتدخلوا فيهم داك العطريه مزيان بحال هكا. يا بالنسبه للمروزيه من الاحسن ديروها في داك هذا البلايص اللي فيهم بحال الملج
كيجي بحال الملج. انا هنايا راه درت العمق حتى هو كيجي زوين. الا كنتو غادي ديروا البكري هادشي والملج من الاحسن، كيجي زوين في المروزيه. ولكن دابا حنا مع اللحم دابا يلاه العيد داز، يعني اللحم دابا كاينه، غادي نديرو الغمي كتجي زوينه، كتجي صراحه رائعه. وهذه الطريقه ديالي انا من نهار جربتها يعني كتجي رائعه في المذاق، كتجي زوينه. كيف ما غتشوفوا معايا كتجي المريقه ديالها يعني خاطره، ما فيهاش الليدام بزاف، حيت انا ما كنكثرش الليدام. وانا عاوتاني اللحم ديالي كامله ديال الحولي، يعني كنحاول انا يحيد منها كاع داك، كنحاول انا يحيد منها كاع ديك الشحمه اللي كتكون فيها. صافي كنرقدو مزيان اللحم ديالنا ونخليوها كيف ما قلت لكم كترقد، عاد غادي نرجعوا ليها باش نطيبوها. اذا هنايا من بعد ما خلينا اللحم ديالنا ترقدت لينا مزيان في ديك العطريه اللي درنا ليها، غادي نجيو المهم كاع اللي غادي طيبوا فيها ولا الكوكوط اولا اي، المهم كل واحد حسب شنو غادي فين غيطيب. غادي نجيو وغادي نديرو داك اللحم ديالنا بحال هكا، غنجي هذيك العطريه داك التبصيل اللي درنا فيه اللي قدنا به اللحم ديالنا، كنجيو كنشلو بشويه ديال الماء وكنخويو هكا. غادي نضيف هنايا البصله مشلضه رقيقه او لا محكوكه. بالنسبه هنايا البصله اختياريه، بغيتي تضيفوها ضيفوها، ما بغيتيش ما تضيفوهاش. انا بالنسبه لي كنضيفها، ولكن كيف ما قلت لكم يا تشلضوها رقيقه بحال هكا او لا تحكوها. بالنسبه للبصله ما ديروهاش كثيره، الا كنتو غادي ديروها يعني واخا تكون كميه كبيره غديروا غير بصيله صغيره ولا هذا. المهم انا كتعجبني، وعاوتاني نتوما كل واحد المهم نتوما غتشوفوا هذا المروزيه ديالي في الاخر كيفاش غتجي المريقه ديالها. صافي غادي ندير ديك البصيله ديالي اللي شلطت كما قلت لكم، غادي تشلضوها مزيان صغيره، تكون صغيره مشلضه رقيقه زعما اولا تحكوها. صافي غادي نضيف شويه ديال زويته بلديه، الا كانت متوفره، ما كانتش متوفره غادي ديروا الزيت الروميه ماشي مشكل. انا غادي نضيف كيف ما قلت لكم في الاول، انا ما كنديرش بزاف الزيت خصوصا الغلمي، يعني راه كتكون فيه هذا كيطلق ليدام ديالو. انا كتعجبنيش ديك المريقه اللي كتجي فيها باين فيها ليدام، لا كتعجبني المريقه تجي خاتره. صافي غادي نشحر اللحمه ديالي مزيان، نشحرها من بعد نضيف عليها الماء ونسد عليها ونخليها حتى طيب. نتلاقاو من بعد ما طيب لينا اللحمه ديالنا، نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها نتوما انا كنحاول انني نشحر اللحمه ديالي مزيان، ها نتوما راه كنشحرها، عاد غادي نزيد عليها الماء ونسد عليها كيف ما قلت لكم ونخليها طيب. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طبقنا اللحم ديالنا هانتوما والمرقه يعني اختارت، يعني راه كتجي خاطره هاد المرقه. كيف ما قلت لكم انا كندير شويه ديال البصله كتعجبني وكتخطر لينا المرقه، وما كنكثرش من الزيت باش كتجي المرقه خاطره. صافي من بعد ما اخر حاجه غادي نضيفها، غنضيف معلقه كبيره ديال العسل. كيف ما كتعرفوا بالنسبه للمروزيه كتجي يعني فيها داك المذاق ديال ما بين الحلاوه وهذا والملوحه، كتجي رائعه بزاف، يعني واحد المذاق. انا صراحه ما كانتش كتعجبني، ولكن بعد ما ذقتها وقلبت على الطريقه ديالها وجربتها وعاود جربتها وليت يعني كتعجبني بزاف المروزيه. صافي هذه هي من بعد ما كنضيف ديك المعلقه ديال العسل، صافي كنخليها شويه بحال هكا كطبخ.
صافي من بعد كنجي كنقدمها كيف ما غادي تشوفوا معايا. انا هنايا درتها مع شويه ديال البرقوق اللي كنكون حتى هو يعني سلقته وعسلته. بالنسبه للعسل ديال البرقوق من الاحسن كديروه كيطيب في الماء حتى كيتسلق، كتحسوا به طاب، كتضيفوا عليه شويه ديال السكر. من الاحسن ديروا السكر البني الا كان متوفر عندكم، وشويه ديال القرفه وشويه ديال الزبيده، وكتخليوه كيتعسل. صافي انا قدمتها بهذه الطريقه، درت عليها البرقوق من الفوق، شويه ديال الزنجان بالتزيين. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. كنقول لكم مع فيديو جاي ان شاء الله ووصفه جديده. وكيف ما دائما كنتمنى منكم تتوما ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج الى عجبتكم لا فيديو. خليت لكم راحه البال وبسلامه.